السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وحلقة جديدة من مسلسلكم الرائع والشيق مسك الليل. الحلقة 25 حلقة رائعة بزاف ومليئة بالأحداث والمفاجآت. إسراء غادي تعرف الحقيقة وغادي تعرف العلاقة اللي بين نزار وسيلين، وكذلك غادي تخبر نزار وغادي تقول ليه بلي أنا راني خديت سيلين وغادي ننتقم منها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعمونا بلايكات فضلا وليس امرا. نمشيو لاول مشهد من الحلقه من عند عزيز بعد ما كان جالس وهو ساهي وكيفكر في هذيك الهضره وكيفكر في هذه الكارثه اللي هو فيها. كذلك نزار اللي في هذه الوقيته كان جالس مع صاحب المطبعه اللي كان خدام فيها الاب ديالو صائم. بعد ما لقاه قال لي يلاه سول ولا كنت عارف انا غادي نجاوبك. كيسولو نزار وكيقول ليه شكون اللي قتل بابا. صائم كيرد عليه وكيقول ليه لا عرفتي شنو غادي دير؟ قال ليه ما عرفتش ولكن فضول وحسب. قال لي ها غير فضول. من بعد قال لي عافاك الا كنتي عارف شي حاجه بلا ما تخبعها عليا. بقى كيشوف فيه هو يقول ليه الراجل اللي رباك هو اللي قتل الاب ديالك. تما كانت صدمه كبيره على نزار، بقى كيشوفه هو مصدوم وما عرفش شنو غادي يدير. كذلك الصديق ديالو بقى كيشوف فيه بواحد الصدمه اللي هي كبيره بزاف. نزار ما عرفش اش غادي يقول، بقى غير ساكت وكيشوف وكيدور هكذا في راسو. قال لي بقيت كنفكر بزاف وكنقول الا كان الهضره ديال هاد السيد صحيحه علاش ما جاش ولقى هاد صاحب المطبعه. من بعد ناضو قال لي انا غادي نمشي نجيب لك واحد الحاجه. قال لي يمكن ما تصدقش هادشي اللي كنقول، انا عرفت شنو اللي كتحس دابا ولكن ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. بصراحه ماشي من سهل تصدق هادشي. هذاك الراجل رباك لواحد الفتره اللي هي طويله وكان كيعاملك بحال الابن ديالو، ولكن هذه راه رساله من عند الاب ديالك. كان خلاها لي امانه، الا قال لي الا كبر ولدي وبغى يقلب على شي حاجه اعطيها لي. قال لي تقدر تفتحها وتقدر ما تفتحهاش. ما عرفتش انا دابا باش كتحس، ولكن انا اللي عليا انا درته. بما انك جيتي وقلبتي عليا انا ولدي غادي نخليك وفكر كيف ما بغيتي، راه عندك عقلك وتقدر تفكر. بعد ما كينوض صائم كيبقى النزار جالس وكيبقى يشوف ديك الرساله. بعد ما كيقراها كيتفكر مني كان كيلعب مع واحد الافعى وهاز واحد العصا وكيحاول انه يقتلها. تما واحد الوقيته كيجي الاب ديالو وكيبقى يشوف فيه وكيقول ليه شنو هادشي؟ هذا قروني البطل ديالي. قال لي كيفاش قروني؟ قال لي قروني هي البطل او الفارس، يعني كيسميوها على شي واحد اللي كيكون شجاع، فارس او بطل. قال لي ولكن انت غير خليها هي غادي تمشي لراسها. تما بقى يتفكر نزار. بعد ما يرجع للرساله كيلقاه كاتب ليه فيها قروني العزيز. بقى كيتفكر وبقى كيشوف وكيبكي بواحد الحرقه وكيشوف هذيك الرساله واش يفتحها ولا ما يفتحهاش. بقى جالس وهو كيبكي وكيشوف فيها ومنهار بالبكاء وكيشوف واحد المده طويله وكيتردد واش يفتح الرساله ولا ما يفتحهاش. شويه هو ينهار بالبكاء، بقى كيبكي وكيشوف في الرساله وهو يقرر انه يفتحها. بعد ما جلس وجمع رجليه وقرر انه يقرا شنو اللي كاين. الاب ديالو كان كاتب ليه فيها ولدي الشجاع، خليت لك هذه الرساله الا بحثتي وسولتي بطبيعه الحال. الاب ديالك ما خلاكش كيف ما كيحساب ليك، ولكن الام ديالك مرضات وهاجرنا وكنا ناملوا اننا غنرجعوا، ولكن انا دخلت في اعمال سيئه باش نحسن من الوضعيه ونقدر انني نشفي الام ديالك ونخليها تعيش، ولكن ما قدرناش نرجعوا حنا الثلاثه مع الاسف. واللي ورطوني في هاد الاعمال هما اللي بقاو تابعيني. امك غمضات عينيها في بلاد الغربه ومشات الى رحمه الله، وحنا رجعنا انا وياك، ولكن هما ما خلاونيش في حالي. وفي ديك الوقيته بغيت نحرق ارواحهم. ولا انت كنتي كتقرا في هذه الرساله يعني غيكون الاب ديالك مات بطلقه من واحد من هذوك الخائن اللي كان غيكون عنده وجه صديق، وهذا الخائن اللي عنده وجه صديق هو عزيزه ولدي. غادي تعرف هذا الشيء بصح نيت وغادي تقرا هذه الرساله. ومطلب الوحيد ليا هو انك ما تظنش ان الوالد ديالك كان سيء واني خليتك ومشيت. لا، انا بغيت انني نربيك في وضعيه احسن وبغيت الام ديالك تعيش. اسمح الوالد ديالك واخا يكون بعد عمر طويل. نزار بعد ما قرا ديك الرساله نهار بزاف وهو كان كيقرا فيها وهو كينهار وكيبكي. من بعد مشى عند صائم وقال لي اعطيني المفاتيح. قال لي فين غادي تمشي؟ قال لي غير حل عليا الباب. قال لي ولدي عافاك فكر بعقلك. قال لي بقى واحد شويه باش نهضروا. قال لي لا انا باغي نمشي. من بعد كيخرج
وكيمشي بواحد السرعه، كيشوفوا الصديق ديالو وتيقول ليه اشنو واش لقيتي شي حاجه، ولكن نزار كيكون مصدوم وما تيهضرش. كيقول ليه قول لي واش انت بخير. من بعد كيركب في السياره ديالو وكيمشي، كيبقى يعيط عليه الصديق ديالو نزار نزار، ولكن كيمشي وكيخليه. نزار كيبقى حتى عفوا الصديق ديالو امير كيبقى حتى هو واقف وهو تالف. من بعد كنشوفوا عزيز اللي كان كيفطر وهو ساهي وكيفكر. من بعد كيجي عنده المحامي وكيقول ليه السيد عزيز غادي يكون اجراء التنازل بعد انكم تمضيو كاملين على هذه الوثيقه. قال ليه صافي غير خليها ليا انا غادي نتكلف. من بعد كيقول لهم ملي تساليو الفطور كلكم مضيو على هذه الوثيقه، ولكن كل شيء كان معارض. وقالت لي واش هذه الوثيقه ديال التنازل ابابا اسراء؟ قال لها هي هذه. ناضت بغات تمضي ولكن ما خلاتهاش العمه ديالها. قالت لها شنو كديري؟ واش انتي عارفه راسك اش كديري؟ واش خويا راه معميين لي العينين وما عارفش. مجد ولدو قال لي انا ما غاديش نمضي، انا ما غاديش نسني على هذه الورقه، كذلك نسيبو بقى غير كيشوف فيه. سيرين في هذه الوقيته كانت كتوجد في الابن ديالها وقالت لي غادي تمشي مع خالك ولدي في نزهه، هو غادي يتهلا فيك. قال لها انا فرحت بزاف. قالت لي يلاه ما ديرش ليه البساله. قال لها صافي يا ماما غير كوني هانيه. قال لها هما هادو علاش كيغوتوا؟ قالت لي هما غير كيضحكوا ما كيغوتوش. ومن بعد جوما ما بغاتش توقع وكذلك مجد، ولكن اسراء قالت لهم نتوما شنو هادشي اللي كديروا؟ خاصكم ما تبقاوش تدخلوا في شي حاجه اللي ماشي كتعنيكم. قالت لها العمه ديالها واش انتي عارفه راسك شنو كديري؟ الاب ديالك راه ارتكب خطا كبير وهو راه ما تيشوفش دابا، ولكن حنا كنشوفوا حنا خصنا نعاونوه حتى يعرف راسو شنو كيدير. من بعد بقى كيشوف فيها وقال لها شنو هاد الهضره اللي كتقولي؟ انا قلت لك كلشي غادي يوقع، يعني كلشي اللي غيوقع هذه راه الشركه ديالي. فهاديك الوقيته كتجي حتى سنين كتطلع وكتبقى تشوف فيهم وكتقول ليه عزيز انا غادي نخرج عند الاخ ديالي نودع الابن ديالي حيت غادي يديه. قال لها واخا. من بعد كان صادق هو والعائله ديالو كيتسناو، وقالت ليه الزوجه ديالو علاش حنا بقينا كنتسناو قدام الباب؟ قال لها صافي صافي غير تسناي، هما اصلا غادي يجيو ما بقى والو. قال لها قالت لي اصبح عثمان صهرنا وكذلك شريك في الشركه، يعني علاش حنا نبقاو واقفين هنا؟ من بعد كيخرج عثمان وكيمشي كيجري عند الخال ديالو وكترحب بهم حتى سنين وكتسلم عليهم. تما كيقول لها غير كوني هانيه، هو راه غادي يكون معنا بخير وعلى خير وغادي يعجبو الحال. قالت لها الزوجه ديالو وتنتي خرجي وتجولي شويه كتباني لي اللون ديالك مخطوف. قالت لها يلا نمشيو نتساراو حتى حنا. قالت لها غادي نمشيو في نهار اخر. من بعد ما كيطلب صادق من الزوجه ديالو انه تاخذ الابن ويمشيو يتسناو على برا، كيبقى هو والاخت ديالو كيقول لها حتى انت قادي حالتك ونتسناوك تمشي معنا. قالت لي لا خليه حتى المره واحده اخرى. قال لها واش انت بخير؟ قالت لي انا بخير. قال لها صراحه كتباني انك حزينه. بقات كتشوف فيه وهي تدور وهي تقول لي بصراحه انا حزينه، انا ما عرفتش راسي شنو اللي خاصني ندير، انا كنحس براسي مقلقه بزاف وما عارفاش شنو اللي غندير، هادشي اللي كندير راه بزز عليا. اصلا الاب ديالو قدام عينيه وهو ما قادرش يقول ليه بابا. قالت لي ونزار انا صراحه كنت وحش نزار بزاف، واش كتظن ان هادشي اللي في داخلي ما كنتحرقش؟ انا راه كنتحرق من الداخل ديالي. في داك الوقيته كانت اسراء كتطلع عليهم وهي تقول ليه اصلا النزار قدام عيني كل وقت وما كنقدرش حتى نعنقو، ما كنقدرش حتى نلمسو، انا عييت من هذا الشيء وما كنقدرش حتى نغوت، انا عييت، انا كنبغي نزار بزاف، انا كنبغيه لواحد الدرجه كبيره بزاف. اسراء كانت كتسمع وسمعت هاد الهضره كامله. تما كيعنقها صديق وكيقول لها صافي اختي سيرين كلشي غادي يتقاد، صافي انا فهمتك. قالت لي واش فهمتيني؟ قال لها من بعد بقات كتبكي. قال لها اتصلي بيا الا وقعت شي حاجه. قالت لي صافي غير كون هاني. من بعد كيمشي وحتى هي كتدخل. اسراء كتبقى واقفه وهي مصدومه بعد ما سمعت هاد الهضره كامله وتاكدات وعرفات ان سيلين هي المراه المعنيه، يعني ان سيلين هي ديك المراه اللي عاود لها على نزار هذه 5 سنين. من بعد كنشوفوا جوما مع الاخ ديالها ما بغاتش، قال لهم الشركه راه شريكتي. قالوا ليه بصح احنا ماشي اعضاء فيها. قال لي ولكن جيتو لقيتو كلشي واجد، نتوما اللي تعبتوا عليها، انا اللي كبرتها ب1000 جهد وجهد، خديتو كلشي جاهز ما درتو فيها حتى شي حاجه. بقى كيشوف فيه الابن ديالو قال ليه بصح، قال لهم دابا كتحاسبوني وبحال نتوما كنتو كتعملوا فيها من الاول، شنو هادشي اللي كتقولوا؟ ما تطعنوش في قراري من بعد الان الا سمحتوا. من بعد قالت ليه الاخت ديالو ولكن انت راه كترتكب خطا كبير. قال لها هذا ما كيعنيكش. اسراء في هذا الاثناء كتدخل الغرفه ديالها وما غاديش نقول لكم شنو اللي غدير.
كيجنوا الجنون ديالها، وكتبدا تقول اشنو اللي درتو ليا، شنو اللي درتو ليا، ما يمكنش. وكتصل بنزار وكيعطيها انه ما يمكنش لك توصلي للرقم المطلوب، وكتبقى تقول لا ما يمكنش، كيفاش هادشي اللي وقع. وكتبدا كتهز وكتخبط، كتجبد المجر كامل وكتهزو هكا وكتلوحو في الارض، وهو كيتلاح كله كيتهرس، وكطيح هذيك القرعه الريحه اللي كانت ديال نزار. من بعد ما كتجبدها وكتذكر نفس العطر اللي شماتو عند سنين، فكتقول هادو كلاب، اشنو هادشي اللي داروا ليا. وكتهز هذيك القرعه العطر وكتضرب بها المرايه حتى كتهرس وكلشي كيطيح للارض. وكتبقى كترعد كلها وكتضرب راسها مع الحيط وكتقول لا ما يمكنش. كتدخل البلاكار ديال الحوايج ديالها وكتبدا كتهز وكتلوح، كتقول شنو هادشي، شنو هاد الحاله اللي وصلتوني ليها، نتوما ما كتستاهلوش. ومن بعد كطيح الارض وكتبقى تضرب راسها مع الحيط، كتقول لا ما يمكنش، كيفاش قدرتي تغدريني السنين وتغدري حتى بابا، شنو هادشي. وبقات كتغوت، وهذيك القرعه الريحه كلها تشتات في الارض وكلشي كان مهرس ومليوح. عثمان كيجي للقصر كيلقى سيلين مقلقه، من بعد كيعنقها وكيقول لها بنتي زوينه شنو اللي وقع. كتقول لي بابا صافي انت ما غاديش تلح على الشركه، هادشي بلا ما ديرو. قال لها بنتي انا مشكلتي مع عزيز. قالت لي ولكن كلشي الافراد ديال هاد الدار راهم حزنوا. قال لي انا ما غاديش نتراجع على هذا الامر قبل ما نقطع الحساب ديالي مع عزيز، واش انت فهمتي. قالت لي ولكن انت كتدمر الجميع وماشي عزيز. قال لي لا صافي ما غاديش تعترضي على هادشي ديالي، عزيز غادي ينفذ هذاكشي اللي انا بغيت. من بعد ملي كيمشي كيقول لها ولكن كتقولي ولكن انت راه كتحزن الجميع. قال لي لا انت بلا ما تدخلي في هذا الموضوع، غير خليك بعيده. من بعد كيقول انا غنحاسبهم على كلشي داكشي اللي داروا بينا، واش انت نسيتي شنو اللي داروا. ومن بعد كيمشي وكيخليها. في هذه الوقيته كيكون نزار غادي وكيفكر وكيبقى يتذكر هذيك الهضره اللي قال ليه الاب ديالو في الرساله. يعني الاب ديالك الا قريتي هذه الرساله بعد عمر طويل غادي يكون مات برصاصه من واحد الخائن ذو وجه صديق، وهذا الخائن هو عزيز. بقى كيتذكر هذيك الهضره. عزيز باقي كيلح عليهم باش يمضيو. في هذه الوقيته كيوصل عثمان، كيطلع كيبقى كيشوف فيه ماجد وكيقول ليه انت شمن النيه عندك، اشنو اللي باغي توصل، كيفاش حتى قنعتي البابا، كيفاش خدعتيه. كيبقى كيشوف فيه عثمان، كيقول ليه الاب ديالو شنو هاد الهضره اللي كتقولوا، هذا راه الصديق ديالي واش نتوما غتثيقوا به كيف ما انا كنثيق به. عثمان قال لهم انا قبلت لان عزيز اصر عليا، وبصراحه انا ما بغيتش، وهو لما بغى لا بغى انا ما عندي حتى شي مشكل، ما بغيتش اصلا الشركه. من بعد قالت لي الاخت ديالو ها هو، يعني هو تخلى على الشركه وما باغي والو، علاش انت كتلح عليها عزيز. قال لهم انا قلت لكم هذا الموضوع ساله وصافي. من بعد عثمان شاف عزيز وقال لي عزيز خلينا نتراجعوا، انا ما بغيت حتى شي حاجه. بقى كيشوف فيه عزيز بواحد نظرات وهو يقول لهم صافي قلت لكم غتوقعوا يعني غتوقعوا. وجومه مشات وقعات وقالت لي هاك هاد التوقيع ديالي، ولكن غادي نفكرك في القريب. بقى كيغوت على مجد ومشى حتى هو وقع. قال لي بابا هادشي اللي كدير راه غلط كبير. من بعد مشى وقال ليه احنا غادي نشوفوا. بقى عثمان هو وعزيز بقى كيشوف فيه وقال ليه اذا الا كان بحال هكذا انا خصني نمشي باش نستعد للعمل في الشركه. وبدا كيتذكر نزار فاش كان ناعس في السياره وكان عزيز في هاد البلاصه قرب الميناء. من بعد ما فاق نزار مشى نزل عنده ووقف حداه. من بعد بقى عزيز كيشوف فيه وقال ليه فينا هو بابا، واش بابا مات. قال لي ولكن انت انا غادي نكون باباك من بعد الان. وانت قال لي واش ما غنمشيش للمنزل ديالي. قال لي لا انت غادي تعيش في هذاك المنزل راه هو اللي من مورا البحر، وانا اللي غادي نكون الاب ديالك وغادي يعجبك الحال تما. من بعد بقى كيشوف فيه نزار بواحد النظرات وبقى كيشوف فيه حتى عزيز وهو يهزو ويقول ليه حنا بجوج ما غاديش نتفارقوا من بعد اليوم. نزار تفكر هاد الهضره كامله ومشى لنفس البلاصه وبقى كيهضر مع راسو تيقول اش هاد الالم اللي انا كنحس به. جومه بعد ما وقعات دخلات الغرفه ديالها وبقات كتغوت بزاف. قال لها زوجي علاش هادشي اللي كديري، علاش كتجمعي الملابس ديالك. قالت لي اصلا انا كان خصني نمشي من النهار اللي جات فيه هذيك السنين. قال لها شنو هذا الشيء اللي كديري. قالت لي اساسا واضح انك ما غاديش تمشي معايا، فتقدر تجلس هنا وتبقى كيف ما بغيتي وعافاك ما تدخلش فيا. في هذه الوقيته كان امير كيحاول يوصل للنزار ولكن ما قدرش يوصل ليه. تما كيتصل باسراء وكيقول لها كتقول لي واش هو ما كانش معاك. كيقول لها كنا ولكن تفارقنا. قالت لي ما عرفتش، تقدر تقلب عليه الا بغيتي فين ما بغيتي امير وبلا ما تبرزتني. وكانت مقلقه بزاف وبقات هكذا كتشوف واحد نظرات ديال الحزن وهي كتفكر شنو غادي دير. وامير قطع وبقى كيحاول يفكر فين غادي يلقى نزار.
اسراء بقات غير جالسه وكتشوف وكتفكر في سيلين وكتقول كيفاش غادي ندير حتى نشفي هذا الشيء اللي كنحس به. نزار بعد ما وصل لهذيك البلاصه اللي كان جا فيها فاش كان صغير هو وعزيز، بقى واقف تما وكيفكر واحد المده اللي هي طويله، كيفكر شنو غادي يدير وكيشوف وكيتامل ومصدوم بطبيعه الحال من داكشي اللي سمع. عثمان وعزيز في هذه الوقيته جالسين، وعثمان قال لي صراحه حنا كنا صديقين ولينا من العائله، يعني انت تزوجتي بالبنت ديالي ودابا حنا ولينا شركاء، واش ما كيبانش هادشي غريبه عزيز؟ قال لي صراحه الحياه غريبه بزاف. بقى عزيز غير كيشوف فيه، قال لي انت خديتي داكشي اللي بغيتي، يلا سير بحالاتك وجلس في شي زاويه. قال لي انا ما كنجلسش في الزوايا، انا كنخدم. بقى كيشوف فيه عزيز وقال لي شنو هادشي؟ قال لي حنا غادي نخدموا مع بعضياتنا. عزيز قال لي ما غادي تدخل في حتى شي حاجه، ما غادي تخدم ما والو. بقى كيشوف في عثمان وقال لي علاش انا ما عنديش النصف في ديك الشركه؟ يعني غادي يسمعوا لكلامي ايضا كيف ما كيسمعوا لكلامك، ولكن حتى نرتاح في الاول. دابا صراحه انا بغيت نرتاح، غنجي من بعد عده ايام، وانت في هذه الوقيته وجد لي غرفه ديال المكتب تكون لايقه بيا. من بعد ما كيمشي كيبقى كيشوف فيه عزيز. في هذه الوقيته نزار بعد ما بقى كيفكر كيعيط لعزيز وكيقول لي اجي نجيو للميناء، جي عندي دابا. كيقول ليه عزيز ياك لاباس، علاش؟ كيقول لي باش نغلقوا الحساب القديم. وكيبقى كيشوف عزيز وكيفكر وكيقول شنو هاد الهضره. من بعد اسراء حتى هي كتحاول تلبس الملابس ديالها وكتخرج وهي في واحد الصدمه، كتفكر وراسها مشوش وكتمشي وكتجي بزاف. من بعد كتخرج من الغرفه ديالها وكتمشي هكا حتى كتلاقى بسيلين وكتقول كدير براسك بحال ما كاين والو. سيلين ياك لاباس، فين غادا؟ قالت لها سيلين انا غادي نتجول واحد شويه ونستنشق بعد الهواء. قالت لها بصراحه والله الا انا عييت وكتباني لي هاد الايام شارده بزاف، تزوجتي على غفله والاب ديالك ظهر على غفله. بقات كتشوف فيها، قالت لها ومشاجرات وضجيج في هذا الدار بصراحه في بعض الاحيان الانسان كيبغي يبقى غير بوحدو ياك. بقات كتشوف فيها سنين وقالت لها بصراحه هادشي اللي وقع واللي خطر على بالي. قالت لها زيدي قدامي، انا غادي نديك لواحد البلاصه زوينه بزاف، حتى انا التفكير ديالي مشوش وبغيت نمشي نبدل الجو. سيرين قالت لها يكون من الجيد الا مشينا مره اخرى. قالت لها لا ما يمكنش نخليك، هذه العلامات ديال الاكتئاب، الا بقيتي هكا غادي يجيك الاكتئاب اللي هو خايب. من بعد كنشوفوا اوكتاي اللي كيجلس وكيتصل عزيز بعثمان كيقول لي شنو هادشي شريكه دغيا توحشتيني. قال لي قول لي شنو اللي قلتي لنزار. قال لي علاش؟ انا ما قلت ليه والو، كنقسم لك بالاولاد ديالي انني ما قلت ليه والو. قال لي ولكن هو قال لي اجي نتلاقاو ونتحاسبوا. شنو هادشي؟ قال لي ما قلت ليه والو. قال لي شوف انت غير تقلقتي على والو، يعني هو راه غادي يكون غير بغى يشوفك اولا بغاك على شي حاجه على امور شركه، غالبا هادشي اللي كاين. من بعد ما كيقطع الهاتف كيقول الاوكتاي صراحه كنظن ان نزار عرف الحقيقه. من بعد ما خرجات سيلين هي واسراء قالت لها يلا نرجعوا، انا راني غنتقلق بزاف على ولدي يقدر يجي وما يلقانيش. قالت لها ماشي مشكل، واخا ما تكونيش انتي راه كاينه فاطمه، يعني ما تخلعيش عليه، الاخت فاطمه غادي تقوم بالواجب. قالت لها بصراحه واخا هكذاك انا كنبقى بالي مشوش. وهي تقول لها اسراء الامومه شي حاجه زوينه ياك، كتقلقي كتبقاي تفكري بزاف ياك كتحركي على حسابه هو. قالت لها بصراحه. قالت لها حتى انا قريب غادي نكون انا حتى انا قريب غادي نذوق هذا الطعم ديال الامومه. بقات كتشوف فيها سيلين وقالت لها واش انتي حامل؟ قالت لها ولكن ما قلت حتى شي واحد حيت ما جاتش الفرصه المناسبه. تقلقات بزاف سيلين وبقات كتشوف فيها اسراء وقالت لها واش ما غاديش تهنئيني؟ قالت لها مبروك. من بعد قالت لها شوفي قبل 4 سنين كنت قلت لك عشنا واحد الحادثه خايبه انا ونزار، وشوفي شنو درت ليه، عرفتي سقت بهاك بهاد السرعه وبدات كتجري تما تخلعات بزاف سنين. قالت لها شوفي غير كنضحك معاك غير كنضحك معاك، اصلا ما نقدرش ندير حاجه بحال هكذا. من بعد وهي توقف قالت لها سمحي لي غادي نهضر في الهاتف، وهي تعيط لنزار. من بعد ما بقى كيفكر هو يجاوبها. قالت ليه نزار علاش درتو فيا شي حاجه بحال هكذا؟ قال لها شنو اللي واقع؟ قالت لي انت دائما كنتي في الداخل ديالي ولكن حتى غدرتيني انت وسيلين. قال لها شنو هادشي اسراء عافاك فين كاينه نتيا؟ قولي لي فين كاينه، واش نتي بخير؟ من بعد بقات شاده راسها وقطعات تما. توتر بزاف نزار وكذلك كان عزيز جاي في الطريق وهو متوتر. ومن بعد رجعات اسراء وقالت لها سمحي لي خليتك كتسناي. قالت لها لا. من بعد كيتصل نزار بسيلين وكتشوف اسراء
وكتقلب سيرين التليفون وكتقول لها لا هذه غير ماما. من بعد كتحيد ليها اسراء الهاتف وكتلوحوا اللور وكتقول لها حنا غنرتاحوا من الهواتف. بركه من هذا الشيء. من بعد نزار كيركب السياره ديالو وكيبقى يغوت شنو هذا الشيء اللي وقع، شنو هذا الشيء اللي وقع، كيفاش حتى عرفات لا ما يمكنش، وكيبقى غادي وكيغوت. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا. كنتمنى تنال اعجابكم. والسلام عليكم الى حلقه قادمه باذن الله.